هنجيب حاجات كتيره قوي. هنجيب 150 فوطه وهنجيب ثواني انت هتجيبي الجوازنا 150 فوطه؟ اه. انت ليه بتتعاملي مع الفوط على انها مناديل ورق؟ على فكره الحاجات دي بنستخدمها تاني وبنغسلها وبنستخدمها. يا حبيبي بنت خالتي جابت في جهازها 120 فوطه وانا لازم اعلي عليها واجيب 150 فوطه. تعلي عليها. وايه تاني بقى؟ وهنجيب 120 ملايه سرير. 120 ملايه سرير؟ انا كده هفرش بيهم وهتاجر. بنت خالتي جابت 100 ملايه سرير وانا لازم اعلي عليها واجيب 120 ملايه. ثانيه واحده بقى. انت بتعمل ايه؟ ده نص فراوله في اللذيذ عشان اعلي عليا. وهنجيب بقى خزين البيت. ايه بقى؟ هنجيب 20 كرتونه صابون واربع شكاير رز وهنجيب 50 كيس سكر و20 كرتونه زيت. ده على اساس ان احنا ساكنين في خندق وفي حرب عالميه فوق مش هنطلع تاني، صح؟ لا طبعا، بنت خالتي عملت كده وانا لازم اعلي عليها. علي عليها يا حبيبتي، علي عليها. وايه تاني بقى؟ وهنجيب حاجات النيش بقى. ما انا عندي عقده النيش بقى. ده اللي بيجيب لي عقده. ايه بقى النيش؟ هتجيبي ايه في النيش؟ هنجيب طقمين 3 كاسات. كاسات؟ هنسكر بقى وجو برو واجانب وكده. لا طبعا، ده عشان العصير. هو العصير ده لو انا شربته في كوبايه عاديه ايه اللي هيحصل؟ هيجي لي فيروس؟ مش هيحصل لك حاجه، بس هو كده. هو كده. اتفضلي. وهنجيب طقم الشربات عباره عن شفشق وست كوبايات طويله. هو عاد في شربات اصلا؟ لا مفيش، بس بنجيبه ديكور. ايه الديكور في شفشق وست كوبايات طويله؟ يعني دي حاجه حقيقيه.